هو لو واحد عنده ابتلاءات كتير وما عادش عنده ثقة في ربنا خالص، ولا عاد بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل أي حاجة فيها خير، عشان بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عنه ومش بيحبه، عشان كده كثرة الابتلاءات عنده كتير أوي. ولو ربنا بيحبه ما كانش ابتلاه، وبقى يقينه بربنا ضعيف وأضعف مما يمكن. طب هو احنا أحب عند ربنا سبحانه وتعالى ولا الأنبياء؟ لا، الأنبياء طبعا. طب بص، صبر سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقوه في النار وبعد كده طلع، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يأمره إن يسيب زوجته وابنه، وربنا سبحانه وتعالى يكون رزقه على الولد وهو كبير في مكان ليس به زرع ولا ماء، ويسمع الكلام ويسيب زوجته وابنه. ولما يكبر سيدنا إبراهيم عليه السلام ويكون محتاج ابنه إنه يقف جنبه، ربنا سبحانه وتعالى يأمره إنه يذبح ابنه، وفديناه بذبح عظيم. سيدنا أيوب عليه السلام لما صبر على المرض 18 سنة، لدرجة إنه من شدة المرض الجلد بتاع سيدنا أيوب كان بيتساقط، وما كانش ظاهر من سيدنا أيوب غير العظم والعصب فقط. وناس تقول له ادع ربك، يقول لهم لقد صبرت على الرفاهية 70 سنة، أفلا أصبر مثلها. لدرجة إن الناس كلها بعدت عنه وسابته إلا اتنين هما اللي فضلوا جنبه. حتى في الآخر خالص بعد 18 سنة وأولاده كلهم ماتوا، ما يقولش ربنا سبحانه وتعالى إن المرض أهلكني، ما يقولوش إن المرض كني، ما يقولوش إن المرض عمل فيا وعمل فيا وسوى، ولكن قال رب أني مسني الضر لمسني، الضر لمسني. تأدب مع ربنا سبحانه وتعالى حتى في الدعاء. سيدنا يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت صبر. من العلماء من قال يومين، ومنهم من قال 7، ومنهم من قال أكتر من كده، بس مش ده موضوعنا. صبر في بطن الحوت، فربنا سبحانه وتعالى لما نجاه قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سيدنا موسى عليه السلام لما خرج وراح مدين، لا كان معاه زوجة ولا كان معاه أهل ولا كان معاه مال ولا كان معاه وظيفة، عمل خير وبعد كده توجه إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدها ربنا سبحانه وتعالى رزقه بالزوجة ورزقه بالأهل وبالمال وبالوظيفة. حتى في آخر قصته لما فرعون مشي وراه والبحر قدامه وفرعون وجنوده وراه وقومه يقولوا له إنا لمدركون، شوف قمة اليقين اللي عند سيدنا موسى، يرد عليهم ويقول لهم إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدي. فربنا سبحانه وتعالى في ساعتها أوحى له إن هو يشق البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأغرقنا ثم الآخرين، أغرق فرعون وقومه. ونختم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسك الختام، توفى أبناءه كلهم في حياته الذكور، حتى في موت ولده إبراهيم بكى وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله يموت كل أبنائه في حياته ولم يعش له الذكور، وبعد كده راح لرحلة الطائف. ممكن يلاقي حد يسمع له ويسمع الرسالة بتاعته، بس لقى من الطائف أشد من اللي كان في مكة. سلطوا عليه السفهاء، سلطوا عليه الأطفال إن هم يرموه بالحجارة، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه الشريف حتى تشققت قدماه والدم كان ينزل منها، وانتهى به الحال في بستان، وقعد يدعو ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء المشهور لحد ما ربنا سبحانه وتعالى نزل له سيدنا جبريل عليه السلام مع ملك الجبال، وسلم عليه سيدنا جبريل وقال له لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فسلم علي ملك الجبال وقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسلني إليك لتأمرني بما شئت فيه، والله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. جبلين عظيمين يطبق عليهم الأخشبين كده، أو يطبق عليهم الجبال فيموتوا. اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص لنفسه أبدا، زعل واتضايق، زعل واتضايق، بس صبر. رد على ملك الجبال ويقول له إيه؟ لا يا ملك الجبال،
ولكن أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. قمة اليقين، قمة الصبر. لو أنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم وجات لك الفرصة إنك تنتقم، هتقول لأ؟ هتنتقم. وفي الآخر خالص النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، خلاص بقى دخل مكة يفتح ويهد الأصنام اللي حوالين الكعبة، وجمع كده أهل مكة وأهل قريش وقال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ أذوه، طردوه، حاربوه، قتلوا أعز أصحابه، قتلوا حمزة، وبالرغم من كده يقول لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ يرد عليه ويقولوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل تسامح يقول لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا رسول الله، دول اللي خرجوك من بلدك تعمل معاهم كده؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا رسول الله، قتلوا أعز أصحابك تسيبهم كده؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. في حد أحب إلى الله من رسول الله؟ اسمع كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مين هم يا رب الصابرين؟ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تأدب في البلاء وافتكر دايما: وإن هزت رياح اليأس مركبنا فحسن الظن بالله ينجينا.